الحمد لله على السلامة يا مصطفى. ما راجع ليه من بيت ابوك زعلان؟ اكون راجع ليه من بيت ابويا يعني؟ ما انت ما شفتش اللي عملوه اخواتي. عمل ايه معاك؟ احكي لي. هقول لك على كل اللي حصل. ايوه كل همنا الفلوس يا اخي، يا ريتك ما كنت رجعت في كفن كان اشرف. والله خساره في الكفن، لو غرت اترميت في الكويت وكلتك الكلاب احسن ما كنت جيت لنا ايد ورا وايد قدام. يا اخي وشفت الناس راح جاي على امك ان ولدك في الكويت حسدان على الفاضي، في الاخر جايب شنطه الهدوم رحت بيه جيت بيه. يا اخي يا ريتك ما جيت. يلا بينا اخواتي. وادي كل اللي حصل. ياه كل ده يحصل من اخواتك؟ يعني عشان ما جبتش فلوس عايزينك تيجي ميت؟ ايوه ما تستغربش، هي الاخوات كده بقت في الزمن دي كده. انا معايا في الشنطه هنا 1,000,000 جنيه، بس هم كانوا طمعانين في فلوسي في الاول. حسابي في البنك 2,000,000 جنيه. عايز اشتري بيت ابويا قبل ما اطلع من البلد، وعايزك تعمل سمسار وتروح قدام البيت عندهم وتقول لهم هتبيعوا البيت ولا لا، وهم اكيد في الساعه ده هيستمنوا عشان عايزين يتجوزوا. بس انا ماليش في شغل السماسرة، بس عشان خاطرك هنعمل نفس سمسار. وانا موافق، كل حاجه لهم قابل في الدنيا دي. انا هديك قبل تعبك 100,000 جنيه، بس اهم حاجه ما تقولهمش انا اللي هشتري، خليها مفاجاه. ماشي ولا مش ماشي؟ ومستنيك هني، توكل على الله. وانا موافق. وانا كده جبت اخري، قسما بالله نفرج عليك من البلد كلها. انا عاوز ارسم من بيت ابويا عشان راح نتاجر شقه وماشي من البلد خالص. وانا موافق يا سيد اللي انت هتقول عليها، لان اخوك اللي احنا كنا مستنينه بعد 5 سنين غربه جه ايد ورا وايد قدام، والمفروض ان هو كان هيصب البيت ويجوزني. يا ريته ما كان جه ميت. وكلامي زيكم علة ابوي، كده كده كنا متكلين على مصطفى ما قبلناش حاجه، وصراحه ربني انا عايز اتجوز كفاياني. كده انتوا تعجبوني وانا موافق، كلامكم زين العقل. شوفوا لنا واحد يشتري البيت. وانا معي سمسار زي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير يا محمود؟ خير ان شاء الله. انا سامعكم انا ومعدي ان انت عايزين تبيعوا البيت، ومعاي واحد انا يشتري البيت. ومن انت بقيت سمسار يا محمود؟ انت اول مره تعرف ولا؟ ده انا بقالي شهرين شغال فيها، ده انتوا اللي محدش هيشوفكم. نحن بخصناش نشوفوك ولا نشوفكش، نحن عايزين حد يشتري البيت. معك حد جيبه وتعالي. اهم حاجه يا محمود يكون الزبون متريش، لان البيت يساوي 3 مليون. بالعدل يا معلم احمد، كتير على 3 مليون، والبيت ما يسواش غير 2 مليون. بس يا ابو تحكوش كتير. روح يا محمود جيب 2 مليون واحنا بايعين لك، وانا اللي هنمضي لك اول واحد. بس روح. ماشي يا محمود، روح هات الزبون وتعالي، عشان اخويا سيد مستعجل، لان ربنا ابتلاني ب3 اخوات، ربنا ياخدهم ويريحني منهم. تمام ماشي، هنروح نجيب لك الفلوس وتكون انت جهزت